انا معلش يا بابا كنت بلعب مع صحابي. ماشي يا بابا. والله يا بابا اتأخر تاني بس هاجي ومش تضربني. ماشي يا بابا. سلام. شوف ايه يا سامي، عامل ايه يا حبيبي؟ انت فين يا ابني؟ مش قلت بتظهر كده؟ اتفضل قول. اه ايه مالك اخويا؟ انا ازاي يا سامي؟ انت عارف انت بتقول الكلام ده خطير جدا. عيل كان بيجري منه من ساعتيها وانتوا مش لاقيينه لعند دلوقتي. معاك حاجه تثبت يا سامي؟ متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عادي يا سامي، ممكن يكون ماشي في الشارع عادي، ماشي وعيل بيجري، بس ما تحكمش عليه يا سامي. انت ده ممكن تودي خور الشمس، ده ممكن توديه في حته مش قدها. اخويا مريض نفسي وتعبان، بيمشي في اي حته بيعمل اي حاجه. هو فاهم بس ليه حاجات غريبه بيعملها اوقات احنا عارفينه على كده مصاب. ما تعرفش حد يا سامي وانا هتاكد. انا هقعد معانا واشوف الموضوع ده. ماشي يا سامي، ماشي، شكرا يا سامي، شكرا، مع السلامه. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. مين؟ ايه يا محمد؟ جاي اتكلم معاك في موضوع. تعال نتكلم فيه تحت. تعال. انت كنت فين يا مالك الكام يوم اللي فاتوا دول؟ انا موجود بس انت لو بتشوفنيش الكام يوم دول. تمام. انت بتطلع بالليل بتروح فين يا مالك؟ عادي، الا بروح فين بالليل يعني؟ بطلع اتمشى شويه، اقعد على كافيه، اشرب لي كوبايه قهوه عادي يعني. ليه السؤال ده؟ لا مفيش، انا بس بقول لك عشان اليومين اللي فاتوا دول في عيال صغيره مش ظاهره بقالها فتره والدنيا بايظه، وخايف ان انت تطلع بالليل كتير او حاجه حد يشك فيك وانت اللي تلبسها، فانا خايف عليك واحسن لك ما تطلعش بالليل كتير عشان اليومين دول الدنيا مقلوبه. لا انت كلامك صح وعارف ان انت خايف عليا، وده حتى في مسرحيه بتيجي بالليل هسهر عليها وخلاص بدل ما اطلع في الساعه. يا رب بس تسمع كلامي وتعمل باللي انا قلت لك عليه
عشان صدقني انا خايف عليك، عشان انت مش حمل اي بهدله من دي. ويلا اتفضل دلوقتي عشان انا ورايا مشوار، ونبقى نتقابل تاني نقعد مع بعض. اخويا جاب الكلام ده منين؟ الموضوع كده يتلق منه. في حاجة غلط، طريقة كلامه مش طبيعية خالص. الطلب بتاعي. الو. ايه يا مال؟ احنا ابتداء من اولها. يا ريتني يا عم ما كنت شاركت. طب انا جاي لك بكره يا مال. لا هاجي لك بكره على العصر كده. سلام. خير يا مان. ايه يا مان؟ انت ما بتجيش الشغل بقالك يومين ليه؟ شغلك ده ما بقاش ياكل معايا يا مالك. انت كده هتخلينا نفض الشراكه اللي بيني وبينك، وكده هبدا اصدق الكلام اللي بيتقال عليه. الكلام بيتقال عليا؟ المهم، انت كلمت اخويا في حاجه؟ كلمته في حاجه زي ايه؟ كلمته في حاجه عني يعني؟ لا ما كلمتوش. انا جاي اكلمك في الشغل. هتعمل ايه دلوقتي؟ مش هعمل حاجه، بس سيبني كام يوم كده، انا مش مظبوط وتعبان. وبعدين كلام ايه الناس اللي بتقول عني؟ كلام كده والناس بتقول، ولا اقول خلاص؟ مش مهم بيقولوا ايه. انا العين اللي ما تشوفنيش كبير مش هخليها تشوف تاني. تمام يا مالك، بس حاول تقدرني، ولو ليك مصلحة عند حد عديله، عشان وقت ما تقضيها اديله. سلام يا مالك. ايوه انت فين؟ بدور عليك يا اخي. خد يا مالك. يا محمد ادخل يا مالك، تعال عايزك. خير يا محمد؟ رايح على فين كده يا استاذ مالك؟ رد عليا، بقول لك رايح فين؟ مالك رد عليا يا مالك، مش تخليني اعمل معاك حاجات مش عاوز اوصل ليها. يا محمد معلش ما خدتش بالي، كمل كلامك. انت كله ما ركزتش معايا؟ ما تفوق يا ابني، انت مالك في ايه؟ عامل لك عشان افوق هرقص لك يعني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ربنا يهديك يا مالك يا رب. الواد ده رايح فين؟ ايه ده؟ عمر مين؟ هتكون الناس كلامها صح؟ كلام الناس طلع صح. مالك اخويا طلع سفاح حقيقي. معقولة اللي بيحصل ده؟ عايز ايه؟ انت عايز ايه يا اخي؟ انت عايز ايه يا اخي؟ فوق! انت فيك ايه؟ تعبتنا معاك من صغرك يا اخي. انا عمري ما كنت اتخيل الموقف اللي انا شفته النهارده ده يكون حقيقي. انت ايه يا اخي؟ كان نفسي امنعك، بس انت اللي اخترت نهايتك
ايه ده؟